الدرس بتاع النهارده يا حنين مش عايز كتابه خالص، اسمه التطابق. التطابق درس مهم جدا جدا جدا، تمام كده؟ انا عندي 3 دروس يعتبر في المنهج. السؤال الاول اللي هو بتاع الزوايا، الدرس الاول بتاع الجزء بتاع الزوايا كلها، انت تجيب بقى الزوايا ب 90 و180 وهكذا. والجزء الثاني درس اسمه تطابق، والجزء الثالث درس اسمه التوازي. 3 اجزاء دول مهمين. هناخد النهارده بقى بدايه النهارده ان شاء الله كده ناخد الجزء الثاني اللي هو بتاع مين؟ التطابق. التطابق هنقسمه على كذا جزء. اول جزء هنمهد ليه بقى النهارده. نعرف يعني ايه كلمه التطابق. التطابق يعني حاجتين قد بعض بالظبط. تطابق يا ليلى يعني حاجتين قد بعض بالظبط. وما هي كده اللي تشوفيه بقى بيكتب او بيعمل اي حاجه مش هناخد قلم هنطلعه بره على طول. ماشي؟ وليلى اول واحده. اتفقنا؟ ماشي يا ليلى؟ عادي مفيش مشكله. انت الحاجه الدرس بتاعك. يلا معايا. التطابق اول حاجه يعني ايه تطابق؟ يعني حاجتين قد بعض بالظبط. تطابق قطعتين مستقيمتين. امتى اقول على قطعتين مستقيمتين زي دول كده ان هم متطابقين؟ لما يكونوا قد بعض في الايه؟ في الطول. لما يبقى طول دي قد طول دي، لان التطابق يا معاذ يعني حاجتين قد بعض بالايه؟ بالظبط. امتى اقول على القلمين دول ان هم متطابقين؟ لو كان لهم نفس الطول. امتى اقول على قطعتين مستقيمتين ان هما متطابقتين؟ لو كانتا متساويتان في الايه؟ في الطول. يبقى تتطابق قطعتين مستقيمتين اذا كانت ايه؟ متساويتان في الطول. اذا كانتا متساويتان في الايه؟ الطول. امتى اقول على قطعه مستقيمه؟ طب القطعه مستقيمه يا محمود لو كانوا متساويين في الايه؟ في الطول. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ طب امتى اقول على الزوايا ان في زاويه قد زاويه؟ لو كانوا متساويين في الايه؟ في القياس. القطعه المستقيمه بيبقى لها طول، انما الزاويه بيبقى لها ايه؟ قياس. القطعه المستقيمه بيبقى لها يا رباط طول، انما الزاويه اللي هي المقص بيبقى لها ايه؟ قياس. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ امتى اقول على قطعتين مستقيمتين انهما ايه؟ متطابقتان لو كانوا متساويتان في الايه؟ في الطول. طب امتى اقول على زاويتان انهما متطابقتان؟ يبقى تتطابق زاويتان اذا كانتا متساويتان في القياس. اذا كانتا متساويتان في الايه؟ في القياس. علامة التطابق بتتكتب ازاي؟ يعني انت واخد بالك ان هما بيبقوا قد بعض عاملة زي التساوي كده، تمام؟ بس التطابق 3 شرط. علامة التطابق 3 شرط، ادي يساوي وعليهم شرطة كمان. يعني انا هنا تتطابق قطعتين مستقيمتين اذا كانتا متساويين في الايه؟ في الطول. يعني انا مثلا لو عندي قطعة ا ب وقطعة ج د والاثنين قد بعض، بقوم قايل له ايه؟ اقول له القطعة المستقيمة ا ب بتطابق القطعة المستقيمة ج د. شفت انا كاتب ايه؟ القطعة المستقيمة ا ب بتطابق القطعة المستقيمة ج د، يعني الاثنين قد بعض في الايه؟ في الطول. خد بقى نقطة المتفوقين دي. لو انا ما كتبتش القطعة المستقيمة اللي هي العلامة اللي فوق دي، لو انت شلت العلامة من هنا وهنا، يعني ايه يا اياد؟ يعني يا مستر هتبقى مكتوبة ازاي؟ ا ب وهنا ج د من غير قطعه مستقيمه، ساعتها اقوم كاتب ايه؟ تساوي. يبقى امتى يا مستر اكتب تساوي؟ وامتى اكتب تطابق؟ لو انت مفيش قطعه مستقيمه هنكتب ايه؟ تساوي. طب لو انا في قطعه مستقيمه اكتب ايه؟ تطابق. اتفقنا؟ بتيجي في الامتحان يجي يجيب لك في الامتحان في الاختياري يجي يقول لك ا ب وهنا ج د وده علامه قطعه وقطعه. وفي الاختيارات في تساوي في تطابق، خد الايه؟ تطابق. طب لو مفيش قطعه هاخد ايه؟ تساوي. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. في اي مشكله في الكلام ده؟ امتى تتطابق زاويتان؟ لو كانوا قد بعض في الايه؟ في القياس. ماشي يا رحمه؟ امتى؟ ليه مش فاهم ايه؟ ليلى خليكي في حالك بس. خليكي في حالك. ماشي خليكي في حالك وبس. اتفقنا؟ ماشي يا جماعه؟ وبعدين ايه اللي انا قلته مش معروف يعني. لو انا قطعه قد القطعه في الطول يبقوا متطابقتين، امتى اقول على القطعتين دول هم متطابقتين؟ لو كانوا قد بعض في الطول. امتى اقول على زاويتين هم متطابقتين؟ لو هم قد بعض في الايه؟ في القياس. كل واحد بيتكلم عن نفسه بس. مش فاهم ايه النقطه بتقول لي عليها. يبقى امتى تتطابق زاويتان؟ اذا كانتا متساويتان في الايه؟ في القياس.
يعني انا لقيت زاويه دي ب 30 ودي قدها ب 30، يبقى الزاويتين دول مالهم متطابقتين لانهم متساويتين في الايه؟ في القياس. يعني انا لو جيت قلت لك زاويه ا بتطابق زاويه الب، معنى ان زاويه ا بتطابق زاويه ب يعني الاثنين متساويين في الايه؟ في القياس. يعني يا مستر قياس اللي هي برمز القاف، قياس زاويه الالف هيساوي قياس زاويه مين؟ الب. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. يبقى اهم جزئيه الجزئيه اللي فوق دي، امتى احط تطابق؟ لو فيها بدور علامه القطعه المستقيمه. طب لو مفيش علامه القطعه المستقيمه اكتب ايه؟ ازاي؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. يبقى امتى اقول على قطعه مستقيمه انها قد قطعه مستقيمه مع بعض؟ لو كانوا قد بعض في الايه؟ في الطول. طب امتى يا عبد الرحمن اقول على زاويه قد بتطابق زاويه لو كانوا متساويين في الايه؟ في القياس. نيجي بقى تطابق مضلعات. ايه المضلع؟ مضلع زي اللي قدامي ده كده، تمام كده؟ وزي المضلع ده. امتى اقول ان المضلع ده قد المضلع ده؟ لو بصيت على كتابك، كتاب المعاصر ده وكتاب المعاصر اللي مع زميلك، لو بصيت على الكتابين هتلاقيهم زي بعض بالظبط، نفس الطول بتاع الاضلاع ونفس الزوايا. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ زي بعض بالظبط. الكتاب بتاعك زي كتاب زميلك، اسمهم ايه؟ متطابقان. الكتابين دول متطابقين ليه؟ عشان يا مستر الاضلاع قد بعض وعشان الزوايا قد بعض. تمام كده ولا مش تمام؟ يبقى يتطابق مضلعان اذا كانتا، بصوا كده معايا، لو كانت الاضلاع مالها متساويه فين؟ في الطول. الاضلاع بتكون متساويه في الايه؟ في الطول. ولو كانت الزوايا متساويه في الايه؟ في القياس. بس لازم كلمه مهمه تتكتب، لازم الاضلاع المتناظره. لازم الاضلاع ايه؟ والزوايا المتناظره. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ اقول لك، هات الكتاب بتاعك والكتاب بتاع زميلك كده، تمام؟ بص كده الكتابين قدام بعض اهو. لما اجي اقارن، تمام كده، اقارن الاضلاع المتناظره يا مستر. مش انت قلت عشان الكتابين دول يكونوا متطابقين لازم الاضلاع المتناظره تكون متساويه؟ يعني ايه كلمه المتناظره؟ يعني لما تيجي تقارن الضلع اللي فوق ده تقارنه مع الضلع اللي فوق، ما تقارنليش الضلع اللي فوق مع الضلع اللي في الجنب، ما هماش قد بعض. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اجي اقارن يا محمد الضلع اللي فوق اقارنه مع مين؟ اقارن اللي على اليمين يبقى اقارنه مع اللي على اليمين، اقارن اللي على الشمال يبقى اقارنه مع اللي على الشمال. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ يبقى لازم كلمة متناظرة. عرفنا يعني ايه يا جنات كلمة متناظرة؟ يعني اللي في نفس الوضع يا مستر، اللي فوق مع اللي فوق، اللي تحت مع اللي تحت، اللي جنب مع اللي جنب. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى يتطابق مضلعان إذا كان في كام شرط عندي؟ اثنين، الأضلاع المتناظرة متساوية في الطول، والزوايا المتناظرة متساوية في القياس. اللي هيفهم ده كله هو اللي هيعرف يحل معايا. اللي هيفهم ده كله هو اللي هيعرف يحل. اتفقنا؟ اتفقنا. تعال نشوف بقى كده مع بعض. يا مستر لو جه قال لي المضلع أ ب ج د بيطابق المضلع مين؟ س ص ع ل. مين بقى يا مستر الزوايا اللي بتساوي بعض؟ انا مفيش شكل قدام، هم دول. مين اول زاويه هنا؟ مين اول زاويه هنا؟ يبقى زاويه الالف بتساوي زاويه س. يبقى قياس زاويه الف بتساوي قياس زاويه الس. طب قياس زاويه الباء تساوي مين؟ ص. طب قياس زاويه الجيم هتساوي مين؟ ع. طب قياس زاويه الدال هتساوي مين؟ ل. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ قول يا رفعت. قياس زاويه الجيم يا رفعت هتساوي زاويه مين؟ صاد ايه؟ صاد ايه يا ابني؟ ما تشيلنيش يا رفعت معايا. استاذ لا، ما هو مش عين وسين وصاد واي حاجه كده بالهبل. استاذ رفعت الاولى من هنا بتساوي الاولى من هنا، والثانيه بتساوي الثانيه، الثالثه بتساوي الثالثه، والرابعه بتساوي الرابعه. الالف يا رفعت بس اللي بيقول الالف بتساوي مين من هنا يا رفعت؟ والب بتساوي مين؟ والجيم بتساوي مين؟ والدال بتساوي مين؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ في اي مشاكل فيه؟ تمام. طب الاضلاع انا لسه ما حليتش، بس ركز بس معايا. طب الاضلاع هو الضلع بيتكون من كام نقطه؟ نقطتين. الضلع يا شباب عامل زي القطعه المستقيمه. القطعه المستقيمه لها نقطه بدايه ولا نقطه نهايه، بتتكون من كام نقطه؟ نقطتين. انما الزاويه ممكن اقول عليها نقطه او 3 نقط. ماشي يا اياد؟ قول لي كده يا محمد، مين الضلع الاولاني هنا؟ هو الضلع بيتكون من نقطه؟
ألف ب اسم الضلع إيه؟ ألف ب بيساوي الضلع الأولاني من هنا مين؟ يبقى ألف ب بيساوي س ص يعني القطعة المستقيمة ألف ب بتطابق القطعة المستقيمة س ص. قول يا إياد الضلع الثاني هنا اسمه إيه؟ ب ج. تمام كده خد النقطة بالترتيب ماشي؟ ب ج الثانية مع الثالثة يبقى آخد هنا بيساوي مين؟ ص عين ص عين. تاني كده أول نقطتين ضلع مع أول نقطتين يبقى ألف ب بيساوي مين يا سما؟ س ص. طب تعالى ناخد النقطتين اللي في النص ب ج بيساوي مين؟ طب النقطتين الأخرانيين ج د بيساوي مين؟ الضلع الأخير الأول مع الأخير ألف د بيساوي مين؟ س د. وليه يا حنين؟ ألف ب بتساوي مين؟ وب ج بتساوي مين؟ وليه يا رحمة؟ ج د بتساوي مين؟ وألف د بيساوي مين؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. يبقى الزوايا المتناظرة متساوية في القياس والأضلاع المتناظرة متساوية في الطول. في أي مشكلة في الكلام ده؟ اتفقنا. تعال نشوف بقى السؤال اللي بعده. طب أنا لو قلت لك برضه فوق بص كده معايا قلت لك قياس زاوية أ ج ب بيساوي قياس زاوية مين؟ بص كده معايا أنا مشيت إزاي؟ بص معايا أنا مشيت إزاي؟ أنا زي ما مشيت هنا بدور همشي هنا. بص كده معايا أنا قلت لك إيه زاوية إيه هنا؟ أ ج ب صح؟ أ ج ب عين ص. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ طب لو قلت لك ب ج د يبقى بتساوي ص عين د. طب لو قلت لك أ د ج يبقى س عين. في مشكلة في الكلام ده؟ يبقى في التطابق زي ما مشي في الأول تمشي زيه بالظبط. يلا بقى نجاوب على الشكل ده يا عادل. يلا يا عادل. قول يا سيد. أنا عندي المضلع ده بيطابق المضلع ده بيقول لي إيه المضلع س ص س ص ك م س ص ك م بيطابق مين؟ أ ب ج م. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. يعني بص كده معايا زاوية السين ادي زاوية مين؟ الألف. السين اللي هي ب 90 هتلاقي برضه الألف بكام؟ ب 90. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ ويقول لك زاوية الصاد قد زاوية مين؟ الب. وزاوية الكاف قد زاوية الجيم. وزاوية الميم بقى حتة وحتة، حتة على اليمين حتة على الشمال. دي 65 هتبقى برضه بكام؟ تعال نشوف. بيقول لك السين صاد بيطابق مين؟ بص كده سين صاد يعني أول نقطتين صح؟ بيطابق مين؟ أ ب. بيطابق القطعة المستقيمة أ ب. الناس اللي نايمة تفوق معايا يا خديجة. سيبي الكتابة وتركزي معايا. سيبي الكتابة وتركز معايا يا أمين. سيبي معايا السبورة. الناس اللي نايمة تحاول تفهم. س صاد يعني أخد أول نقطتين. يبقى مع تاني نقطتين هنا أول نقطتين كام؟ أ ب. يبقى س صاد بيطابق مين يا إياد؟ عايزين رقم 2. قلت مرة خلاص. قلت مرة خلاص. ولا عمران. صاد كام بتساوي ج ب. صاد كام بس خد بالك انها من غير علامة قطعة ماشي؟ فانا هنا برضه من غير علامة قطعة عشان كده قال لي بتساوي. صاد كام بص كده معايا صاد كام في النقطتين اللي فين؟ في النص مع النقطتين اللي في النص بيساوي مين ها؟ ب ج. يبقى بتساوي مين؟ ب ج. يبقى صاد كام مع ب ج. قول يا الناس هتبقى ألف ميم هتبقى كام سنتي؟ ألف ميم. بص كده معايا ألف ميم. أنا هروح هنا الأول. ألف ميم بتساوي مين؟ س ميم. يا مستر الألف ميم قد السين ميم. كل واحدة فيهم بكام سنتي؟ 6 سم. دي ب6 يبقى دي برضه بكام؟ 6 سم. يبقى الألف ميم بكام؟ ب6 سم. قول يا إياد ألف س. ألف س كلها عبارة عن 6 زائد 6. بص يا سما هو عارف مين؟ ألف س كلها عبارة عن كام يا سما؟ كام زائد كام؟ 6 زائد 6 يبقوا كام سنتي؟ 12 سم. تمام ولا مش تمام؟ قول يا عبد الرحمن عايز قياس. تقول ايه؟ وانت كنت نايمة؟ مش الألف ميم دي؟ ليلى فوائد معانا. يا الحتة دي بكام يا ليلى؟ هو اللي مداني في السؤال. ب6 واحنا قلنا حاليا ان الحتة دي قد الحتة دي. دي بكام؟ يبقى دي برضه بكام؟ عرفت ال6 جت منين؟ كانت موجودة هنا. أنا بحل باللون الأزرق والأسئلة كلها باللون الأسود. اتفقنا؟ سرحانة في الدرس اللي بعدي اللي بيدعو. صح ولا مش صح؟
شفت؟ انا بس هسأل عليك عيله وغلط. يلا معايا رقم 5. قول يا عبد الرحمن. قياس زاويه الصاد بتساوي قياس زاويه مين؟ الب. يبقى الصاد بيساوي قياس زاويه مين؟ الب. هو مش عايز بكام درجه، هو بيقول لك مين بتساوي مين. يبقى قياس زاويه الصاد بيساوي قياس زاويه مين؟ الب. ماشي يا حبيبه؟ كله معايا بقى عشان تفهم الكلام ده. قول يا معايا. قياس زاويه السين بتساوي قياس زاويه مين؟ القلب. قول يا محمود انا اللي بختار. رقم كام؟ رقم 5. خلاص بس هو بيقول لك ايه يا خديجه؟ خديجه انت عماله بتكتبي فانت سبقناكي. طب ماشي بس معايا يا خديجه. بيقول لك قياس زاويه مين؟ بتساوي مين؟ فين الصاد؟ مش هي دي؟ دي رقم كام؟ رقم 2 يعني صح؟ ما هو 1 2 3. دي رقم كام؟ بتساوي رقم 2 من هنا. مين رقم 2؟ فالموضوع اسهل ما يكون، بس محتاج بس انت تكون مركز معايا. انت بتكون بتكتب هنا وانا ببقى هنا. عشان كده بقول لك ما تكتبش. قياس زاويه مين؟ يعني بص كده تعالى نطلع من هنا اهو. عايز قياس زاويه الصاد صح؟ الصاد هنا رقم كام يا بطول؟ مين هنا رقم 2؟ تعال نشوف رقم 6. ما هي 6 هي رقم 5. قولي لي كده رقم 6 يا خديجه قياس زاويه مين؟ السين. اول واحده بتساوي مين؟ طب لو قلت لك الكاف بتساوي مين؟ طب لو قلت لك س ك ص يبقى ا ج ب. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ في مشكله في الكلام ده؟ قولي يا اسماء تاني. قياس زاويه السين بتساوي قياس زاويه مين؟ والصاد بتساوي مين؟ والكاف بتساوي مين؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ جاوبي معايا. جاوبي معايا يا اسماء، مش عايز كلام. عايز قياس زاويه ج م ا. تعال نشوف اصلا هي ج م ا دي فين على بص كده معايا. ج م ا المقص ده قافل على كام يا اسماء؟ على 65 درجه. ما احنا لسه قايلين من شويه ان دي ب 65 فدي برضه قدها بكام؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده. قول يا بابا. عارف قياس زاوية الألف. ما هو يا مستر احنا قلنا إن زاوية الألف قد زاوية السين. والسين ب90 يبقى الألف هي كمان بكام؟ 90. كده يا بابا برافو عليك. تمام كده؟ تعال نشوف بقى مين بيفهم هيجاوب الزاوية دي. عايز قياس زاوية كاف ميم جيم. كاف ميم جيم. اللي عارف بيقول كام؟ بنقول له ليه؟ 50. ممتاز يا عمران، برافو عليك. اشمعنى يا عمران؟ يا شباب مش الزاويه دي كلها مستقيمه؟ وقلنا ان كل اللي عليها بيبقى مجموع 180. 180 اشيل منها 65 ناقص 65 كمان يديني كام؟ 50. يلا يا عمران برافو عليك. يبقى قياس زاويه كاف م ج بتساوي كام درجه يا محمد؟ 50 درجه. اتفقنا؟ مش فاهم كانت ازاي؟ مش كل اللي على ده 180 من اول هنا لحد هنا. انا باجي على نقطه واحده كلهم متجمعين حوالين النقطه دي. فهمتي؟ كلهم متجمعين حوالين نقطه الايه؟ الميم. يبقى كل اللي عليها ده كله 180 على كام حته دول؟ 3 حتت. 180 اشيل منها 65 واشيل منها 65 يديني كام؟ 50. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. عايز بعد كده قياس زاوية ج م س. فين الج م س؟ هنمشي مقص. هنمشي مقص الأول. أنت اللي هتقول يا محمد. قول يا محمد. ج م س. المقص ده يقفل على كام يا محمد؟ 115. ممتاز. عبارة عن كام زائد كام؟ 50 زائد 65. يبقى 50 زائد 65 يبقى كام؟ 115 درجة. مش عايز تعملها ايه؟ قوم امشي روحي درسك يلا. روحي درسك عشان ما تتأخريش. مش ما تشرحي لهم معانا. يلا قومي امشي روحي درسك. هتمشي ولا تقعدي؟ ما تتكلميش خالص. تمرين. تتطابق القطعتان المستقيمتان إذا كانتا متساويتان في الايه؟ في الطول. يبقى متساويتان في الطول.
قول يلا يا جنات. تتطابق الزوايدان اذا كانتا متزاويتان في القياس. ايه بقى محور التماثل ده؟ بقى بصوا معايا كده، لو انا عندي شكلين زي دول كده، ده بيطابق ده، الاثنين زي بعض بالظبط. محور التماثل ده بيبقى عامل زي مرايه في النص، مرايه في النص، بتلاقي الشكل اللي على اليمين شبه الشكل اللي على الشمال بالظبط بيطابقوا. يبقى محور التماثل بيعمل ايه في الشكل؟ بيقسمه لشكلين متطابقين. تمام ولا مش تمام؟ يبقى انا جيت على شكل زي السبوره دي كده، قمت جاي من النص عاملها محور تماثل، يبقى انا قسمتها لحتتين ايه؟ متطابقتين. يبقى محور تماثل الشكل يقسمه الى شكلين متطابقين. متطابقين. اتفقنا؟ يلا معايا، قولوا معايا محمد ويفهم الكلام ده. إذا كان أ ب القطعة أ ب بتطابق الجيم ده، يعني الاثنين قد لما اطرحهم من بعض يبقى الناتج كام؟ صفر. لما اطرحهم من بعض يبقى الناتج كام؟ الكلام مش هقوله تاني. ركز يا ابني معايا. ركز يا اسف. إذا كانت القطعة بتطابق القطعة يبقى لما اطرحهم من بعض يبقى الناتج كام؟ قول لي يا محمد لما اقسمهم مع بعض يبقى الناتج كام؟ عشان الاثنين قد يبقى لما اقسمهم مع بعض يبقى الناتج بكام؟ تاني قول يا اياس. أ ب بتطابق الجيم ده، يعني الاثنين قد والألف ب بخمسة، يبقى الجيم ده برضه يا كمان بكام؟ ب5 سم. هو عايز مجموعهم 5 زائد 5 يبقى 10 سم. هو ده مش تمام؟ مين عايز يجاوب؟ انا. قول يا ليلى. بيقول لك زاوية الألف بتطابق زاوية الب، يعني الزاويتين قد الألف بكام؟ يبقى الب بكام؟ يبقى الب برضه يا كمان بكام درجة؟ 50 درجة. قول يا عبد الرحمن. إذا كان أ ب بيطابق الجيم ده، يعني القطعتين قد والألف ب بكام؟ يبقى الجيم ده برضه يا كمان بكام؟ هو عايز ربع الجيم ده. ربعها بكام؟ ربع ال20 يبقى 5 سم. يلا هيبقى معايا. بص يا حبيبي. إذا كان قياس زاوية السين يا حبيبي زائد قياس زاوية الصاد بكام؟ ب 120. انتوا الاثنين س وصاد مع مجموعكم كام؟ 120. وانتوا الاثنين قد بعض. يبقى كل واحد فيكم معاه كام؟ 60 و60. يبقى قياس زاوية السين الواحدة بكام؟ ب 60 درجة. الزاوية بالدرجة، قياسها بالدرجة. ادام قد بعض بقسمهم على الاثنين، هما الاثنين قد بعض. قولي يا خديجة. إذا كانت الألف بتكمل الب، كلمة تكمل دي يعني مجموعها كام؟ 180. والاثنين قد؟ كمان الاثنين قد بعض، يبقى أنا أقسم على كام؟ يبقى كل واحدة فيهم بكام؟ 90. يبقى 180 على 2 فيها كام؟ يلا معايا؟ قول يا معاذ. إذا كانت الجيم منتصف الألف ب، بص كده معايا. أدي الألف وأدي الب. ودي الجيم فين؟ في المنتصف، يعني الحتتين دول قد بعض، يعني الألف جيم قد الجيم ب. بيقول لك فإن القطعة ألف جيم والقطعة ب جيم أكبر ولا أصغر ولا بتساوي؟ ألف جيم وجيم ب أكبر ولا أصغر ولا بتساوي؟ ممتاز. هل أكتب تساوي كده؟ طب لا ليه إيه؟ عشان في علامة القطعة يبقى لازم أكتب إيه؟ تطابق. كده يا معاذ برافو عليك. طب تعال نشوف هنا يلا. دول زي ما انا عملت فوق. مش عايز كلام بقى؟ يلا معايا. قول يا حنين. اقف يلا يا حنين كده عشان نحل السؤال ده. بيقول لك اذا كان ا ب ج د يا حنين بيطابق مين؟ فإن د ألف. بص كده أخد الأخيرة مع الأولى، الضلع ده بيطابق مين؟ لام س. ولو حد كده بس لام عادي لأن الضلع ممكن أبدأ من هنا أو من هنا. بس هو هيك د ألف يبقى مين؟ لام س. واعمل علامة الإيه؟ القطعة. أنت برضه تجاوبي يا ليلى. عايز قياس زاوية إيه؟ ب ج د يبقى بتساوي هنا إيه؟ صاد عين لام. قول صاد عين لام. ممتاز. يبقى صاد عين لام. بس كده يا مستر.
مش دي بتكمل البيت، بتكمل يعني مجموعهم كام؟ 108. قسمهم على الاثنين بكام؟